واحنا كلنا ملهيين بنتفليكس وفيلم كليوباترا اللي قالب الدنيا، في فريق ياباني دخل هرم خوفو عشان يعمل مسح شامل للهرم بالاجهزه الحديثه بتاعتهم، والنتائج اللي طلعت كانت صدمه. تم اكتشاف 3 تجويفات جديده جوه الهرم، واللي انت ما تعرفوش كمان ان من كام يوم تم اعلان ان هرم خوفو هيتقفل الشهر الجاي كله. تفتكر ايه اللي بيحصل جوه الهرم العظيم؟ لما دخلوا كاميرا في واحده من التجويفات دي اكتشفوا ممر سري طوله 9 متر وعرضه 2 متر، والدكتور زاهي حواس بيقول ان تم تصميمه عشان يخفف الضغط على حجره سريه لسه ما اكتشفوهاش، واللي موجود فيها الملك خوفو وكنوزه وحاجته كلها. عارف ليه نفسهم يلاقوا الاوضه دي؟ عشان يثبتوا المعلومه اللي بيقولوها لينا واحنا مصدقينها بقالنا مئات السنين، وهي ان الاهرامات اتبنت عشان تكون مقبره للفراعنه. بس تخيل لو الكلام اللي فات ده مش حقيقي. المصريين القدماء هم أصحاب أقوى وأهم حضارة جت في التاريخ كله، وكان عندهم تقدم في كل المجالات، عمارة وطب وفلك وفن، وحافظوا تاريخهم عن طريق إنهم سجلوا كل حاجة بيعملوها على حيطان المعابد وبرديات وحاجات تانية كتير. ومن الحاجات اللي عرفناها عنهم إنهم كانوا بيقدسوا ملوكهم جدا، بيعاملوهم في بعض الأحيان على إنهم آلهة، والملوك دول كانوا بيدفنوا في معابد بيزينها رسومات جدارية كتير جدا بيتكلموا فيها عن تاريخ الملك المدفون وحاجات كتيرة قوي ليها علاقة بيه، ده غير الذهب والمجوهرات واللبس والاكل والاثار اللي بتتساب. ده حتى توت عنخ امون اللي مات وهو عنده 9 سنين بس مقبرته كانت مليانه على اخرها. بس ليه ترى الاهرامات الكبيره ما فيهاش اي حاجه من الحاجات اللي بتدل انها مقبره؟ هل ممكن يكون اتسرق فعلا زي ما الكتب بتقول؟ بس لو الاثار والمجوهرات والموميا نفسها اتسرقت، الرسومات الجداريه راحت فين؟ الحضارة المصرية القديمة كان عندها علم وتقدم ما قدرناش نفهم ازاي وصلوا له لحد دلوقتي، وفي اسرار كتيرة قوي ما نعرفش عنها حاجة. بس في سر كمان ليه علاقة بالاهرامات وكان متكتم عليه من اكبر المنظمات العالمية، وهو المشروع بتاع نيكولا تسلا، واللي كان السبب في موته وحيد ومنبوذ. بعد اكتر من 3 شهور من البحث والتدوير قدرنا نوصل للسر ده، والفيديو ده هيبقى صادم ليك لانه هيدمر حاجات كتيرة قوي انت كنت مصدقها ومقتنع بيها. زمان نيكولا تسلا كان عنده اعتقاد انه يقدر يستخدم الطاقة الموجودة في الارض وينقلها لاسلكيا حوالين العالم كله، والكلام ده ما كانش كلامه خلاص، ده عمل تجارب فعلا ونجحت. بس لسبب ما كل ابحاثه دي اختفت بعد ما مات. تحس ان الفراعنه لعنتهم حلت عليه وما فضلش اي دليل عن مشروع الطاقه بتاعه واللي كان اسمه وورلد وايرلس سيستم، واللي اتصمم عشان ينقل الطاقه بشكل لاسلكي واللي هيسمح للناس بالتواصل مع بعضهم من غير ما يحتاجوا كابلات او اسلاك. والنظام ده كان بيستخدم موجات الراديو عشان يبعت الكهرباء والداتا حوالين العالم. وبالرغم من ان مشاريع تسلا دي ما كملتش، الا ان افكاره كانت الاساس لكتير من التكنولوجيا الحديثه دلوقتي زي الموبايلات وشبكات الموبايل والواي فاي. بس الفرق ان الكلام ده عدى عليه قرنين من الزمن، ولو كان تسلا كمل فيها كان زماننا النهارده في ليفل تاني خالص من التكنولوجيا، وكان زماننا اصلا ما سمعناش عن عربيات اللي بتمشي بالوقود، كانت كل عربيات هتبقى بتمشي بالكهرباء. بس ازاي قدر يعمل كل ده؟ تسلا افترض ان هو يقدر يستخدم الارض اللي احنا بنمشي عليها دي كموصلات للكهرباء، وافترض انه هيقدر يستعملها عشان ينقل الكهرباء حوالين العالم من غير اي اسلاك. الاعتقاد السائد على الهرم الاكبر انه كان مقبره للملك خوفو، وبالمناسبه الملك خوفو ده اللي لقوا اسمه مكتوب جوه الهرم ما لقوش ليه اي حاجه في التاريخ بتاع المصريين القدماء، وكل اللي كان موجود ليه هو مجرد تمثال حجمه قد المايك ده. يعني ما تلاقاش فيه اثار ولا كتابات هيروغليفيه ولا حتى رسومات الحيطان اللي متعودين عليها في كل المقابر المصريه القديمه، وما فيش اي حاجه تقدر تثبت ان التابوت الحجري ده كان فيه فعلا مومياء الملك، ولا في اي هرم من الاهرامات اتلاقى فيها اي موميا. والموضوع انا مش حاسه غريب، وده لان الملوك المصريه الناس كانت بتتعامل معاهم على اساس ان هم الهه، فمش منطقي انهم لما يتعمل لهم قبر ضخم زي ده تبقى ممراته ضيقه قوي كده، وكمان التهويه فيه مش كويسه. ده كان المفروض المكان اللي هيبقى فيه حياه البعث والحياه التانيه بعد ما الشخص ده يقوم من الموت، فتخيل يرجعوا يلاقوا نفسهم محشورين في مكان ضيق ملوش اي ملامح ولا فيه اي تهويه. ده غير ان الطريقه اللي الهرم مبني بيها والمواد المستخدمه فيه مش منطقي انها تكون لقبر. بس تعرف ايه الحاجه الوحيده المنطقيه في قصه الهرم اللي احنا بنسمعها من واحنا صغيرين؟ انه اتسرق.
بس ما اتسرقش بالطريقه اللي كل الكتب كانت ذاكراها، ان هو كان جواه اثار مثلا واتسرقت. لا، فكره مشروع تسلا اللي كان هيولد بيها كهرباء ببلاش للعالم كله كانت مسروقه تيبيكال من فكره الهرم نفسه. وخليني اشرح لك على الهرم خوفو ازاي كان بيولد كهرباء باستخدام نظريات تسلا اللي اخترعها. مبدئيا كده الهرم متحازي مع كل اتجاهات البوصله بطريقه بيرفكت، حتى الطرق الهندسيه الحديثه ممكن ما تقدرش توصل للدقه دي. ده غير ان هو معمول من 2.5 مليون حجر وزنهم 6 مليون طن، مرصوصين بارتفاع 137 متر ومساحته حوالي 13 فدان. والقاعده بتاعت الهرم مستويه بشكل افقي مش طبيعي، ما ينفعش تعمله حاليا الا باستخدام الليزر. والاتجاهات الاربعه بتوع الهرم واللي بيمتدوا لاكتر من 230 متر معمولين من احجار وزن الواحد فيهم من 2 طن لحد 40 طن، والفرق بين كل حجر والتاني حوالي 5 مللي. الهرم الاعظم نسبه دقه بنيانه 99.99%. ولو الكلام اللي فات ده ما كانش صادم ليك قوي، فخليني اقول لك على معلومه 99% من الناس ما تعرفوش، وهي ان الهرم ما فيهوش 4 جوانب، ده فيه 8. لما قلت لك انه متوازي بشكل شبه تام مع كل اتجاهات البوصله ما كانتش من فراغ، بس الجوانب دي مش هتقدر تشوفها غير لما تبص على الهرم من فوق او لما الشمس تتعامد على نص الهرم، فالظل هيبين لك الجوانب دي. هل منطقي ان هم يكونوا عملوا كل الكلام ده عشان يدفنوا ملك فيها؟ الهرم ده كان المشروع المصري الأضخم، وهتفهم ده من الجزء اللي جاي. معظم الهرم الأكبر معمول من حجر الجيري النميولات، اللي هو البني المحمر اللي بنشوفه من بره دلوقتي. And this is what type of stone that we're looking at in here. Unlike the rest of the pyramid, this is red granite. Red granite, right. Red granite doesn't come from a local quarry like the limestone does. It comes from Aswan. So that's 1,000 kilometers away. 1,000 kilometers away. 600 miles. لكن برضه كانوا بيستعملوا نوع حجر تاني مش موجود في المنطقة اللي فيها الهرم، وهو الحجر اللي كان بيغطي الهرم كله من بره وكان بيلمع، واللي وقع على مدار الزمن بسبب عوامل التعرية أو السرقة. مش فاضل منه غير الجزء اللي بنشوفه على قمة الهرم، وساعتها الهرم ما كانش فيه خرم إبرة، كان أكنه قطعة واحدة. الأحجار دي كلها اتقطعت وجات الهرم من مقلع للأحجار في تراب. فتخيل كان تبتين الحجر وزن الواحد فيهم على الأقل 10 طن مسافة 25 كيلو. بس الحجر ده كان فيه حاجة مميزة بالنسبة لهم تستاهل كل التعب ده، وهو إنه مفهوش مغنيسيوم. الحجر الجيري اللي مفهوش عنصر المغنيسيوم بيبقى عازل ممتاز جدا للكهرباء، على عكس الأحجار الداخلية اللي في الهرم اللي كانت مبنية بنوع نادر جدا من الجرانيت الوردي، واللي فيه تركيز عالي قوي من ثاني أكسيد السيليكون، واللي معروف برضه باسم الكوارتز. والكوارتز ده لما بيتم ضغطه او حتى تحريكه بيولد شحنات كهربائيه. اوضه الملكه والملك مبنيين بجرانيت 85% منه كوارتز، ده غير ان الممرات والانفاق برضه مليانه بجرانيت مشبع بالكوارتز. تخيل بقى كم الكوارتز اللي في الهرم ده لو تعرضت للضغط، كميه الكهرباء اللي هتتولد هيبقى شكلها عامل ازاي. عشان كده الحجر اللي عملوا منه الهيكل الخارجي كان عازل للكهرباء. وهي دي بقى يا سيدي الفكرة اللي سرقها نيكولا تسلا من المصريين القدماء. لازم تعرف ان المشروع ده كان السبب في موت نيكولا تسلا وحيد ومنبوذ. في أوائل القرن ال19 جي بي مورجان، واحد من أغنى أغنياء الكوكب واللي كان مسيطر على معظم الصناعات المهمة في الوقت ده، القطاع البنكي وصناعات الطاقة زي البترول والفحم. تخيل إن هو المالك لشركة زي جنرال إلكتريك وAT&T، واحدة من أكبر شركات الاتصالات الأمريكية. ده غير إن هو كان بيمتلك مناجم نحاس حوالين العالم ومصانع بتصنع سلوك نحاسية، ده غير مزارع المطاط والمصانع اللي بتعمل العزل بتاع الأسلاك ومصانع صلب بتولد مولدات الطاقة، وكمان كان بيمتلك مصانع الخشب اللي بتعمل أعمدة الكهرباء والبريد، وكان بيمتلك مناجم الفحم اللي بيشغل محطات الطاقة. ده غير إنه كان بيمتلك 20 خط سك حديد اللي بينقل كل الموارد دي حوالين أمريكا. جي بي مورجان كان بيدي فند لتسلا عشان يكمل في ابحاثه. تسلا كان ذكي جدا علميا، وفي بعض العلماء كانوا بيقولوا ان هو كمان اذكى من اينشتاين، بس كان فكره عن التجاره والبيزنس تقريبا مش موجوده، لانه طلب من مورجان تمويل عشان يتوسع في مشروعه واللي هينقل الكهرباء والاتصالات بشكل لاسلكي للعالم كله. طيب ليه ده يعتبر غباء؟ هي مشكله اكبر ان انت نفسك ما تبقاش عارف. هي الرصه اللي انا لسه رصها لك فوق دي بتاعت كل صناعات جي بي مورجان ما لفتتش نظرك لحاجه، وهي ان المشروع بتاع تسلا ده لو كان كمل، كل الحاجات اللي عند جي بي مورجان دي لا مؤاخذه هيحطها في الدرج. وحرفيا تسلا بقى بالنسبه لمورجان شخص بيعض الايد اللي اتمدت له، وسحب منه كل التمويل اللي كان مديهوله.
وتسلا فضل بعدها يبعت في خطابات لجي بي مورجان لسنين كتيره يقول له ان هو لا، شاور عقلك وفكر في الموضوع اكتر، وده هيغير مجرى التاريخ وهيغير شكل العالم. فجي بي مورجان استفز، قال لك الراجل ده غبي ولا ايه؟ فراح رايح يمول المنافسين بتوع تسلا زي توماس اديسون، واللي فضل يتقدم في ابحاثه ويعمل فلوس كتيره قوي، وكل ده كان مبني على افكار واختراعات تسلا. مش بس كده، جي بي مورجان راح لكل المستثمرين الاغنياء اللي هو يعرفهم وقال لهم انهم يتجنبوا تسلا، وكلهم حطوه على البلاك ليست. طبعا عشان سيطره جي بي مورجان والمصالح بتاعه الناس دي معاه مرضوش ان هم يضايقوه، ومن وقتها وبقى تسلا على البلاك ليست بتاعه كل الانفسترز. طبعا بعد كل اللي حصل ده فلس، وفي 1915 الدين كتر عليه جدا وما كانش بيسدد، فالبنك راح حاجز على الارض اللي كان موجود فيها المشروع بتاعه، وبعدها بسنتين هدموا البرج بتاعه. طب هو ازاي كان هيولد كهرباء وينقلها؟ خليني اكملك الشرح على النموذج الضخم اللي عندنا في مصر وهو هرم خوفو. وواحده من اهم التفسيرات دي كان شرحها واحد اسمه كريستوفر دين في كتابه ذا جيزا باور بلانت. في شخص مصري اتكلم عن الموضوع ده واستفاض فيه لمده ساعات كتيره قوي على اليوتيوب واسمه احمد عدلي. في الكتاب بيشرح ان عمليه توليد الطاقه بتبدا من الغرفه الجوفيه، عشان تحت الاهرامات اصلا طبقه من المياه الجوفيه، ومع حركه الميه بتتشكل موجات صوتيه ومعاها موجات من الهزات الطبيعيه من الارض، ولما بتتحرك لفوق في الهرم بيتم استخدام عمليه لتكبير الصوت وتركيزه وتحويله لطاقه. وغرفه الملكه كان بيتم استخدامها لتفاعل كيميائي لصنع الهيدروجين، والدليل على كده ان في فتحتين تهويه بيودوا على غرفه الملكه. الفتحه اللي في ناحيه الشمال لما بيندمجوا مع بعض بيحصل تفاعل بينتج عنه هيدروجين في صورته الغازيه، وغاز الهيدروجين بيبدا يتحرك من اوضه الملكه وبيروح للممر الافقي وبيوصل منه للممر الرئيسي اللي معمول من الجرانيت اللي معظمه كوارتز. ومع زياده الهيدروجين بيزيد الضغط قوي، وزي ما قلنا فوق ان الضغط على الكوارتز ده بيولد كهرباء. وفي الممر من فوق في فتحه صغيره بتودي على اوضه الملك، واللي طولها 8.4 انش وعرضها 4.8 انش، ودي مساحه مثاليه للموجات الهيدروجينيه. ولو الكلام اللي فات ده ما كانش كافي ليك انك انت تصدق ان الهرم كان معمول عشان يولد كهرباء، يبقى خليني اقول لك على دليل قوي قوي اكتشفوه العلماء في 2018. مجموعة من العلماء جت جنب الهرم وعملوا تجربة، وهي انهم استخدموا موجات راديو بترددات مختلفة عشان يشوفوا هل فعلا الهرم هيتفاعل مع الموجات دي ولا لا. والتجربة بتاعتهم دي اثبتت ان فعلا الهرم بيقدر يركز الطاقة في الغرف الداخلية بتاعته وتحت القاعدة برضه. وبعدها بسنة واحدة العالم إريك ويلسون نشر ورقة بحثية باسم Large Scale Thermal Acoustic Generator، والورقة دي بتوضح ازاي لما الجرانيت وانواع تانية من الصخور بتتهز الالكترونات بتطلع للسطح من الصخور دي. بس تعرف ازاي هيخرجوا الكهرباء دي من الهرم وينقلوها للعالم كله؟ لو جينا نبص على البرج بتاع تسلا هتلاقي ان هو كان مبني فوق طبقه من المياه الجوفيه، وكان في قضبان حديد ونحاس ممتده تحت المياه دي. ولما الكهرباء كانت بتتولد في البرج ده كانت بتنتقل في المنطقه المجاوره عن طريق الغلاف الجوي. اللي انت ما تعرفوش ان التجربه بتاعته بالفعل نجحت، وكان ناشر مصابيح كهربائيه كتير حوالين البرج وكلهم كانوا بيشتغلوا. وانا كنت قايل لك من الاول ان الهرم فيه تحته مياه جوفيه، ولسه من فتره قريبه اكتشفوا انابيب نحاس وقضبان حديد هناك. مع ان الصخره اللي في القمه مصنوعه من الذهب، الكهرباء اللي بتتولد في الهرم هتتركز في القمه ومنها هتتنقل للغلاف الجوي. وهي دي التجربه اللي اتبناها تسلا ونجحت، والمصريين القدماء كانوا عاملينها من 5000 سنه فاتت. وفي كمان مصادر بتقول ان المسلات كانت بتستخدم عشان تكون عمدان للنور. اجدادنا عملوا حضاره ملهاش مثيل في العالم كله، ووصلوا لعلوم واكتشافات لسه ما عرفناش ازاي وصلوا لها لحد النهارده. وجزء من السبب اننا مش قادرين نوصل للحقائق دي اننا بنصدق التفسير السهل اللي قدامنا وخلاص، والحكايه دي للاسف ضد العلم. في دول واشخاص كتيره بتحاول محاولات رهيبه عشان تثبت ان حضارتنا العظيمه بتاعتهم، وللاسف اللي بيساعد على كده هو ان في مصريين كتيره قوي ما يعرفوش حاجه عن حضارتهم، وبيوصل بيهم الامر انهم بيستعروا وبيتبروا منها كمان. ولو كملنا على المنوال ده سنين كتير قدام، الله اعلم مين تاني هيقول لك ان الاهرامات دي تخصنا. انا كريم حنفي، سلام.